سمعت يا سادة نظمي على موضوع الحفرة؟ بيقول لك انه في بلد في مدخلها في حفرة كبيرة قوي، كل اللي رايح واللي جاي يقع في الحفرة دي، لدرجة ان المصابين من الحفرة دي بقوا اعدادهم خطيرة، مئات الناس بل الاف الناس بتقع في الحفرة ديت. ففكروا بقى يعملوا ايه؟ قالوا احنا نحط عربيات اسعاف بحيث ان اي حد يقع في الحفرة دي فورا عربية الاسعاف تاخده وتجري بيه على اقرب مستشفى جوه البلد. وبعد شويه لما زادت عدد المصابين قالوا لا، عربيات الاسعاف دي مش نافعه، مش مكفيه، اعداد غفيره بتقع في الحفره. قالوا احنا احسن حاجه نعملها ان احنا نعمل مخيم علاجي حوالين الحفره، يعني ننصب بقى خيم ونجيب اطباء وبتاع ويعالجوا الناس اللي بيقعوا في الحفره ديت. برضو ده ما نفعش، لانه مع الوقت الاعداد بتزيد وكمان بقى في اوبئه بتنتشر جوه المخيم ده كمان، تكتلات بقى من المرضى والمصابين وامراض منتشره. فحد تفتق ذهنه وقال لا خلاص، احنا احسن حاجه بقى نعملها ان احنا نبني مستشفى كده صغير جنب الحفره، بحيث ان المصاب يقع في الحفره ناخده مباشره وندخله في المستشفى دي. والمستشفى في الاول اشتغلت بكفاءه فتره، يعني لغايه وقت معين الاعداد بتزيد وبرضه مش عارفين يلحقوا على الناس المصابين اللي بيقعوا في الحفره. قالوا خلاص احنا نهد المستشفى القديمه ونعمل الكبيره. قالوا لا، وليه ما تخلوا الاثنين ودخلوا في مناقشات ومجادلات حوالين المشروع ده ممكن يتم ازاي. ورسوا في الاخر لكده فعلا، ان عندنا مستشفى كبيره استثماريه ومستشفى صغيره دي للناس البسطة الفقراء اللي ما معهاش فلوس تتعالج فيه وهكذا. بس ما جاش على بالهم خالص انه في حل ابسط من ده كله. طبعا انا مش هقول لك عليه لانه يعني ده يجي في خيال اي انسان بسيط. اول حاجه نعملها هي ايه؟ ما نردم الحفره. انت سايب الحفره ليه؟ شوف يا ساده نظمي، في حياتك وفي حياتي في حفر زي دي، حفر مش حفره واحده. وبدل ما احنا عمالين نفكر في حياتي اعمل ايه، اعالج المشاكل اللي انا واقع فيها ازاي، وايه الاثار الجانبيه اللي بتترتب على الامور اللي في حياتي دي، كل الامور ديت محتاجه حل واحد بس، حل بسيط، ان انا اردم الحفره، اجفف المنابع، اقضي خالص على مصدر كل الازعاج اللي في حياتي دي. اردم الحفره بقى. ايوه، ودي فكره بسيطه بس فكره هتغير حياتك.